دايما أول 10 ثواني ل20 ثانية لما بتدور العربية الصبح بيحصل تآكل في أجزاء الموتور نتيجة الاحتكاك، نتيجة إن الزيت بيبقى راكد في الكارتيرة من تحت، عقبال ما يرفع فوق ويبتدي يحمي الأجزاء بتاعة الموتور. فبيحصل شوية تآكل بسيط، شوية تآكل بسيط ده مع الوقت مرور 10 سنين مثلا بيحصل تآكل كبير في أجزاء المحرك. عشان نقلل المعدل بتاع التآكل ده في حاجتين. اول حاجه خالص وانا بدور العربيه الصبح استنى 10 ل 20 ثانيه قبل ما اتحرك بيها عشان ما ازودش الفريكشن الاحتكاك ويحصل تاكل زياده. تاني حاجه استعمل زيوت فول سينثيتك، عشان الزيوت الفول سينثيتك بتسيب اجزاء علقه في الموتور من الداخل فتحمي البساتم والصبابات والشميز والاجزاء الداخليه بتاعه الموتور. اثناء ما انت بتدور الصبح ما بيبقاش الزيت بقى السنسيتك كله راكد تحت. ويفضل استعمال الزيوت اللي هي الجريد بتاعها بيبدأ ب5 دبليو او 10 دبليو، لان الرقم ده بيدل على الفلو بتاع الزيت في الاجواء الباردة او لما بتدور عربيتك الصبح والمحرك بارد.